تجربة صعبة عديتي بيها بس علمتك حاجة عمرك ما تنسيها. بنتي وهي عندها 6 سنين تعبت قوي لما مامتي توفت. ودخلنا المستشفى وطبعا وقفت كل حاجة وكل الكلام ده. أنا بحب أنتج وأعمل كتير قوي، يعني بحب الحركة وبحب الإبداع وكده، بس ساعتها كل ده اختفى، كل ده اختفى، وحسيت قد إيه هي أهم حاجة هي الصحة. يعني كل اللي أنا كنت شايفاه مهم. طبعا مش قادرة أتكلم عن تجربة برضه وفاة مامتي، يعني ده كان برضه هو حصلوا ورا بعض، فالاتنين علموني إنه مفيش أي حاجة ولا تنفع ولا تستاهل من غير الصحة. as a body ولا soul؟ من ناحية إيه؟ جسم ولا روح؟ كصحة؟ حلو قوي السؤال ده. الاثنين، يعني الأول كنت بتكلم as a body عشان أنا شفتها. مين اللي أهم الأول؟ مين اللي بيحرك الأول التاني؟ الروح. Actually it's a conversation. It's a conversation عشان هقول لك حاجة غريبة. أنا كنت دايما أقول الجسد وهو سليم هيقدر إنه يعني يقوم بواجباته أكتر، فممكن يبقى أقرب لربنا والروحانيات هتعلى. بس أنا جالي فترات تعبانة قوي مش عارفة أتحرك بالشهر كامل، ولا أنا روحي كانت في حتة تانية عشان كان في هدوء، ما كانش في بقى لو أنا أروح وأنزل وأعمل وأجيب. فهو it depends على الموقف والوقت. بس طبعا إنه روح تبقى فيها صحة طبعا بطرق مختلفة. الروح محتاجة، دايما حتى بقول الروح تبقى عطشانة، تبقى محتاجة حاجة معينة، ما ينفعش نديها حاجة احنا فاكرين انه ده الروح محتاجاه وهي محتاجة قرب لربنا مثلا. والجسد محتاج حاجات برضه معينة، فدي language ودي language. we can't give this more ولا give this more، هما الاتنين intertwined. حلو قوي الإجابة دي. انت حلو. لا حلو. نعمل بيه بقى. انا ما بحبش ابدا اطلع في بودكاست او اكتب حاجه وما اعملش بيها، ولو ما عملتش بيها بقى جلد بقى. ايوه فلازم احنا الاثنين. ايوه ماشي.